ما اعتدت أن يكرم القادم إلى الكامب نو، فالأماكن التي صنعت الهيبة لا تمنح التوقير بسهولة، ولا تنزل رأسها إلا حين يقرر الزمن. هنا يختبر الجميع قبل الدخول، يصاغون أثناء المباراة، ويخرجون بعدها وهم يتساءلون عن السبب. سنوات قليلة للخلف تكفي لتتذكروا كيف كان سيد الأندلس يخمد وغريمه يذوب، وكيف كان كبير الباسك يتلاشى وسيد العاصمة يترك بعض كبريائه على العشب. كل هؤلاء مروا، وكلهم تعلموا أن هذا المكان لا يرحم من يظن نفسه كبيرا قبل الوقت. من يطرق باب الكاتالان وهو يظن أن ضعف برشلونة مفتاح للعبور فقد أخطأ التقدير. هذا ليس فريقا تلتقط الهزيمة حين تراه، بل فريق يعيد تشكيل نفسه في اللحظات التي يختارها هو. ومن ركب موجة التنمر على النادي لن يفلح إلا حين يسمح له برشلونة، النادي الذي صمد في أصعب الفترات وحقق بطولات وهو في أسوأ أحواله، يعلمك أن ما مضى ليس إلا درسا قبل أن تأتي اللحظة الحقيقية. الدقيقة 19، أتلتيكو بدأ بقوة، ضغط عالي، خط وسط منظم، وحركة سريعة على الأطراف. المرتدة الأولى الحقيقية انتهت بأليكس باينا الذي استغل ثغرة بين قلبي الدفاع وظهير برشلونة، أطلق صاروخا على المرمى. هدف ل0 للأتليتيكو، لحظة اختبرت قلب الكاتالان وبدت وكأنها بداية السقوط. لكن برشلونة لم ينهار. 7 دقائق فقط، الدقيقة 26، رافينيا بلا تردد رصد الفوجة، انفرد وسدد الكرة بدقة ليعدل النتيجة. الكامب نو انفجر والجمهور أعاد الثقة إلى لاعبيه. هكذا تعرف الفرق الكبرى، هكذا تعرف الفرق الكبيرة نفسها، ليست بعدد ما تتلقاه بل بسرعة استعادتها لروحها. الشوط الثاني جاء بإيقاع مختلف. برشلونة بدأ بالضغط على وسط أتلتيكو وفتح المساحة بين الخطوط. الفريق يعرف متى يضغط ومتى يهدأ ومتى يترك الخصم يظن أن الطريق مفتوح. الدقيقة 65، الكرة تصل إلى داني أولمو، لمسة واحدة ذكية، لفة صغيرة، تسديدة لا تحتمل الخطأ. هدفان لبرشلونة وهدف للأتليتيكو، الهدف الذي قلب الموازين. الدقيقة 65، الكرة تصل إلى داني أولمو، لمسة واحدة ذكية، لفة صغيرة، تسديدة لا تحتمل الخطأ. هدفان لبرشلونة، الهدف الذي قلب الموازين وجعل الخصم يبحث عن طريق بلا خطة واضحة. الدقائق الأخيرة كانت شاهدة على هدوء أعصاب برشلونة. الدقيقة 3 قبل 90، فيران توريس دخل من الدكة، استغل الفجوة، انفرد بالشباك وسجل الهدف الثالث، الهدف الذي أغلق الباب على أي شك وأكد أن برشلونة حاضر دائما حتى حين يختبره الشك. هانز فليك لم يرجع خطوة، بل اتخذ القرار الأكثر نضجا: إدارة المباراة، خفض الإيقاع حين استلزم الأمر، ورفع الضغط في اللحظات المناسبة. كل شيء محسوب، كل خطوة مدروسة، وكل هدف جاء في توقيته الصحيح. الهدف الثالث لم يكن مجرد رقم بل رسالة واضحة: برشلونة هنا ولن يرحم من يستهين به. برشلونة خرج من هذه المباراة ليس ب3 نقاط فقط، بل ب3 رسائل لنفسه: بأنه لم يفقد صوته، لمنافسيه بأن الكامب نو لا يهزم بسهولة، ولجماهيره بأن القادم لن يكون سهلا على صغير العاصمة ولا على كبيرها. وهكذا كما تبدأ عادة النهضة بثلاثية على صغير العاصمة، فإن نهايتها غالبا ما تكون إعادة ترتيب الكبير وإعادة كتابة التاريخ كما يعرفه الكتالان وليس كما يتخيله الآخرون.